صباح الخير عن جديد لكل مستمعينا ولكل اللي انضموا لنا بهالوقت ودايما عبر إذاعة صوت سيدني. بيسعدني استقبل ومباشرة على الهواء ضيفنا المغوار الجنرال المتقاعد النائب شامل روكوس. صباح الخير لك. صباح النور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك جنرال، معودين عليا. سعادة النايب، عم نشوف مؤخرا مواجهات وصدامات للمحتجين للمتظاهرين مع الجيش، إن كان بالانتفاضة أو مؤخرا بطرابلس. شو رأيك باللي عم بيصير؟ رأيي باللي عم بيصير إنه الشعب اللبناني شعب مضغوط وغضبان ومظلوم، ووضعه الاجتماعي وضع سيء جدا جدا. بفهم مظاهراته، بفهم غضبه، ينزل على الشارع شو ما عمل إنه كله مبرر له إلا لحدود الجيش والقوى الأمنية. هذا خط أحمر الجيش والقوى الأمنية، لأنه هن بذات الخندق من المظلومية والغضب والفقر والتعفير بالمرحلة هيدي، بس بالوقت ذاته هن مكملين رسالتهم عن يدافعوا عن البلد، عن بعرقهم بدمهم بكل شيء من زمان وجاي. بقى هذا الجيش والتهجم على الجيش والتطاول على الجيش خط أحمر بالنسبة لكل اللبنانيين. بتأمل اللي يكونوا عم يطالبوا بحقوقهم يكونوا بذات الخندق هن والجيش، مش عم يتواجهوا مع الجيش، لأنه الجيش ما بيتواجه من شعبه، على طول شعبه كان معه. بتأمل يكملوا بالمنطق ذاته وبالطريقة ذاتها ويتوجهوا على المحل الصحيح، أهدافهم تكون صحيحة، اللي هي السياسيين اللي وصلون اللي وصلوا له اليوم واللي فقرون واللي استغلون كل هالفترات المرقة. غضبهم مفروض يتوجه على المحل الصحيح، مش على الجيش، على اللي فقرون وجوعهم. نعم جنرال، هل مطلوب أمر ما من بعض الناس الموجودين اللي عم بيقوموا بهيدا الأمر بكسر هيبة الجيش؟ ممكن، يعني بكل حالات الصدام أو المواجهة بين الجيش والشعب بفترة مثل هيدي، الشعب كله قايم على السياسيين وعلى الوضع السياسي اللي وصل الوضع الاجتماعي لهون. أكيد بهمهم يحرفوا مسار الشعبي والغضب الشعبي باتجاه المؤسسة العسكرية، لأن بوجههم ممكن يكون في مندسين كتير بين المتظاهرين، إذا بدك يحرفوا مسار هالمظاهرات وغضبهم باتجاه المؤسسة العسكرية. وهذا خطأ، مفروض ينتبهوا مزبوط، ينقوا صفوفهم المتظاهرين والشعب والناس عم بيطالبوا، والجيش بالوقت جيت والأجهزة الأمنية ينتبه لهي الموضوع، لأنه عنده معاناة يمكن أكثر من المدنية بالوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي الموجودين فيه هلا. نعم سعادة النائب، ما رأيكم بأداء الحكومة من بعد سنوات من الفساد المستشري بمعظم المؤسسات؟ يعني الحكومة عم بتجرب تشتغل، عم بتجرب تعمل شيء، أكيد فيها ناس عندهم طاقات علمية ومعرفة، بس يمكن ما عندهم الخبرة الكافية بالوضع السياسي والفزلكات السياسية والترنجات اللي وارتينا هن من قبل. عندهم نوع من الخجل بمواجهة الأمور. إنه نتأمل هلني طرحوا خطة اقتصادية، الخطة الاقتصادية مجرد ما أنه خطة منيحة، لا تصحيحها بده يكون على مستوى المجلس النيابي وعلى مستوى الفعاليات الاقتصادية والشعبية. تصحيح الخطة الاقتصادية اللي ممكن توصل لوضع أفضل، بس بتأمل أنه يكون عندها الجرأة، ما يكون عندها الخجل. بالحقيقة وفعليا بعد الوضع السياسيين اللي وصلوا الوضع البلد لهون عم بيتحكموا أكثر وأكثر بقرارات الحكومة. من هيك المفروض يكون عندها جرأة أكثر وقرار هيك بيصبغها بصبغة الحكومة هاي الموجودة أكثر من قبل، لأنه القوى السياسية بعد عن بعد أو عن قرب أو بالواسطة عم تتحكم بمسار الأمور الاقتصادية والسياسية. بكل الحالات فيما يسمى هلأ بالموالاه أو اللي موجودين بالحكومة في ما يسمى بالمعارضة، بس بالأساس هن اثنين المسؤولين عن الحالة، لأنه كلهم كانوا بحكومات الوحدة الوطنية وصلوا البلد اللي وصلوه هون. نعم. تقدروا يواجهوا الحكومة، مجرد المواجهة بدون حلول بديلة معناتها هذا تهرب من مسؤولياتهم السابقة خلال مينيموم 15 سنة ولا 30 سنة. اللي عملوه بالبلد هو اللي وصلنا للحالة الاقتصادية والاجتماعية الموجودين هلا فيها.
نعم. رح تطلب الحكومة برنامج من صندوق النقد الدولي. بيقول البعض أنه ممر إلزامي لنجاح أي خطة إنقاذ وإعادة هيكلة الديون واستعادة ثقة المانحين، بغض النظر إذا أعجبنا هيدا الشيء أو لا. شو رأيك؟ رأيي أول شيء الحكومة تبلش بخطة إصلاحية داخلية، يعني بدها تكسب ثقة الشعب اللبناني بالأول، اللي موجود بلبنان واللي كان موجود بعالم الانتشار والاغتراب. بدها تكسب ثقته من خلال خطة إصلاحية، لأنه قد ما تجيبي أموال وقد ما يدعمك صندوق النقد الدولي أو السادر أو دول العالم وبعدك عم تعبي بسلة مفروضة رح يروحوا محل ما راحوا اللي قبلهم. بقى الخطة الإصلاحية هي أولوية بهذا الموضوع، والثقة موضوع كتير أساسي ومهم بالنسبة للشعب اللبناني وبالنسبة للداخل وللخارج وبالنسبة للدول المانحة اللي كان صندوق النقد الدولي ولا الدول المانحة. صندوق النقد الدولي هو إذا بدك هو الختم اللي بيخلي بقية الدول تساعد وتتجرأ تساعد بهالموضوع. إذا ما مرقت هذه الخطة الاقتصادية والخطة الإصلاحية من خلال ممرات صندوق النقد الدولي وانتقاداته أو ملاحظاته، ما ممكن تمرق دوليا ولا ممكن يكون في ثقة دولية لدعم لبنان ماديا واقتصاديا. نعم. سعادة النائب، كيف للبنان مواجهة الأزمة الاقتصادية مع وباء كورونا المستجد ومع تهريب الأموال إلى الخارج حتى الآن؟ بالحقيقة هذا مواجهة مرض كورونا يسجل للبنان وللحكومة اللبنانية بالفعل. لأنه بهذا المجال عملوا إنجازات أكثر من دول العالم كلها المتقدمة ومتحضرة وعندها إمكانيات ضخمة. نحن بوضع اقتصادي صعب ووضع اجتماعي صعب، قدر من خلال انضباط الشعب اللبناني والتزامه بقرارات الحكومة من خلال عمل الحكومة الممنهج والمبكر لتصدي لموضوع الكورونا بنسبة كبيرة قدرنا زمطنا من هذا الموضوع. يعني كانت كارثة وطنية بكل معنى الكلمة، كارثة صحية واجتماعية لو تفشى مرض الكورونا بلبنان. كتر خير الله زبطت معنا الشغلة يعني بهذا الموضوع. بالحقيقة بعدهم الحكومة اللي عم تحكي بالجملة انه استعادة الاموال المنهوبة او استعادة الاموال المهربة بالدول برا. في اتفاقات بين لبنان ودول برا، بس الدول برا ما بيفهموا بالجملة، بده بالمفرق. بده يكون عندنا الجرأة نسمي الاسامي انه هذا فلان من خلال قانون الاسراء غير المشروع او قانون تبييض الاموال، نسمي الاسماء باسمائها للدول اللي برا. واكيد الدول برا رح تتجاوب وبتعطيك كل شخص شو عنده شو امكانياته، بين الامكانيات اللي ممكن يحصلها خلال عمله بلبنان اذا كان موظف او وزير اللي بالنسبه للديكلاراسيون اللي بيعملها اول ما بفوت على وزارته او نائب او شو ما كان مركزه، من خلال الاموال اللي موجوده معه هلا بالداخل والخارج. بتعرفي انه ساعتها اذا كان فرق واسع بيناتهم انه في تهريب اموال او تبييض اموال او فساد او الى ما هنالك من اشياء. بس بده يكون الحكومه والدوله عندها جرأة تسمي الناس باسمائهم، مش انه اللبنانيه يعطونا اللبنانيه اللي عندهم اموال برا. هيك ما بتزبط، بدهم يسموهم باسمائهم ويعرفوا عن كل شخص شو هو. وهون التحدي قدام الحكومه اللبنانيه بالمرحله اللي جايه. سعادة النايب، يعني الناس الموجودين بكل أنحاء العالم واللي حاطين مصرياتهم بلبنان خافوا كتير هلأ بهيدي الفترة، خاصة أنه عم بيقولوا كل حدا عنده بانك أكاونت بالدولار طاروا المصريات. وبنفس الوقت شفنا ناس عم يحتجوا عم يتظاهروا قدام مصرف لبنان، بس برضو كمان ما لقينا شيء تغير، ما لقينا شيء تحسن. فجأة سعر صرف الليرة بيطلع على 4000 ويمكن أكتر، والله أعلم لوين رايحين. صح. هون الموضوع بالخطة الاقتصادية امبارح صرحت بهذا الموضوع انه ما شفنا مساحة للمودعين اللبنانية بالمصارف اللبنانية. نحن كتير حريصين على المصارف بلبنان وعلى الجهاز المصرفي وعلى إعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة مصرف لبنان، بس أولوية المواضيع كلها هي أموال المودعين بالمصارف اللبنانية. هيدي ما حدا يدق فيها، وبالخطة الاقتصادية والإصلاح الهيكلي المالي اللي عم تعمل الحكومة مفروض يكون هي بأولوياتها، وإلا كل شيء خارج حقوق الناس وخارج مكتسباتهم ووديعهم بالمصارف اللبنانية رح يعجز الثورة أكثر وأكثر. وكل شيء عندهم خطط اقتصادية خارج حقوق الناس أكيد ما رح تتحقق، لأنه حقوق الناس هي أولوية وما رح تتركهم العالم يتصرفوا على الطريقة اللي بدهم إياها. بقى الجواب اللي ما شفناه بالخطة الاقتصادية بالنسبة لودائع
اللبنانية بالمصارف اللبنانية مفروض نشوفه بالمناقشة بالمجلس النيابي على هذا الموضوع، لأنه رح تكون أولى أولوياتنا حقوق الناس بالمصارف اللبنانية. نعم. سعادة النايب، شو آخر كلمة بتحب توجهها لكل مستمعين وخاصة بأستراليا؟ أول شيء للبنانيين والمستمعين والشعب الأسترالي كله بشكل عام بتمنى لهم الصحة والسلامة والعافية بأزمة الكورونا اللي مجتاحة العالم كله، ولكل اللبنانية هون بتمنى لهم أكيد ظروف أفضل وظروف أحسن، وإن شاء الله تكون الظروف بلبنان بالمستقبل أفضل تنشوفهم بلبنان ونتلاقى نحن وياهم بالمناطق اللبنانية. وإن شاء الله الوضع الاقتصادي والمالي، بعرف إنه في كتير منهم حاطين أموالهم بالمصارف اللبنانية، بيقدر يتحسن ويحصلوا أموالهم بطريقة صحيحة. حقهم وحقهم لازم يوصلهم. إن اللي عطوا لبنان كتير، لبنان إنه الحكومات اللبنانية المتالية ظلمتهم واضطرتهم يسافروا على دول الاغتراب تحصلوا أموالهم. حطوها بلبنان من أولى الأولويات، مفروض يتحافظ على أموالهم اللي هن انظلموا هون وانظلموا برا. بتمنى لهم كل الصحة والعافية، وإن شاء الله بتحسن الأمور وبأسرع وقت بنشوفهم بلبنان إن شاء الله يا رب. النائب شامل روكوز، شكرا لكم. بتمنى لك التألق الدائم لك كمان. شكرا لك جنرال. يا هلا. إذن كنا مستمعين ومباشرة على الهواء مع الجنرال المتقاعد النائب شامل روكوز مباشرة من لبنان. فاصل صغير وراجعين.